منتخب مصر في كاس العالم هيقابل مشكله لا على البال ولا على الخاطر. منتخب مصر الماتش اللي ما بينه وما بين ايران هيتلعب في مدينه ساتل الامريكيه، عادي لحد كده عادي جدا. المدينه دي تحتفل خلال الاسبوع اللي فيه الماتش بالمثليين، عامله اسبوع فيه احتفالات تفتخر قوي بالمثليين اللي في المدينه، وطبعا هيكونوا حاطين اعلام الريمبو وصور واحتفالات واغاني وحاجات بقى من اللي انتم متخيلينها، بقى ناس لابسه لبس غريب بتاع المثليين ده وغيره وغيره وغيره. هيتوجوا بقى الاحتفاليه بتاعتهم دي بماتش من ماتشات كاس العالم، فاختاروا الماتش اللي هيتلعب يوم 26/7 ان يكون هو ده الماتش بتاع احتفاليه المثليين. الكلام ده كان قبل القرعه خالص، لكن يشاء ربنا ان القرعه تتعمل ويطلع الماتش ده ماتش منتخبنا المصري الموعود ومنتخب ايران. هنا طبعا لا مصر يعجبها الكلام ده ولا ايران عاجبها الكلام ده، وفعلا منتخب مصر قدم وبعت للفيفا ان هو مش عايز يكون جزء ومشارك في الاحتفاليه دي، والمفروض برضو ان منتخب ايران هيعمل كده خلال الفتره الجايه. انا ما اظنش ابدا انها هتوصل ان مصر او ايران ما يلعبوش الماتش، هي اقصى حاجه الاحتفاليه دي هيكونوا يعني عايزين يلبسوا اللعيبه شارات عليها اعلام الريمبو والحاجات دي، فاللعيبه مش هتلعبها خلاص، هيكون في عقوبه ماديه. اقصى حاجه يا عم الشارات بتاعتكم مش عايزينها، شرط الكابتن اللي المفروض صلاح هيلبسها يسيبها، مش عايزينها خالص. ونفس الكلام لمنتخب ايران، ما اظنش يعني ان شرط الكابتن بالنسبه لهم حاجه يعني ضروريه، او لو طلبوا منهم ان هم يلبسوا الشارات اللي عليها الريمبو ان هم هيلبسوها يرموها لهم وخلاص. وعلى الفلوس يعني اكيد العقوبات مش هتبقى كبيره، لكن هتبقى يعني عره قوي، عره جدا. حتى لو اللعيبه ما لبستش الكلام ده او ما شاركتش في الاحتفال، المدرجات هيبقى شكلها مش لطيف، هيكونوا حاطين اعلام الريمبو في كل حته، والناس بقى دي هتبقى موجوده في المدرجات بلبسهم الغريب، هيبقى الوضع مش لذيذ. وكمان اكيد المصريين اللي في المدينه او العرب بيكونوا مستنيين حاجه شبه كده علشان يروحوا ويشجعوا ويعني يبرزوا وطنيتهم. واحد مثلا مصري عنده ولاده عمرهم ما راحوا شافوا مصر، فهو الراجل عايز يدخلهم المدرجات يشجعوا بلدهم، فمش هتبقى حاجه لطيفه ابدا ان يكون جنبهم بقى واحد كده ولا واحده كده او واحده وواحد كده هو كده هو، فحاجه مش لطيفه. ولاجل حظ منتخبنا الزفت ان ماتشات كاس العالم للفرق كلها يسيبوها كلها ويجي هو الماتش اليتيم بتاعنا في دور المجموعات اللي احنا مش هنروح ولا نشوف غيره، هم 3 ماتشات بتاع المجموعات وهنروح وخلاص، تيجي الطوبه في المعطوبه ويختاروا الماتش اللذيذ ده. فيعني خلينا نشوف.